اهلا بكل اللي بيشوفونا. احنا النهارده معانا ادهم محمود الروبي الاول على الجمهوريه من مدارس ستيم الاسماعيليه. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. جات لي معلومه اللي انت يعني ما اخدتش ولا درس خصوصي، المعلومه دي صح؟ فعلا صحيحه. احنا عامه في ستيم كنظام مش بنعتمد على الدروس قوي خلال ال3 سنين عامه. فانا ما كنتش باخد اي دروس خصوصيه خالص. ما شاء الله. طب انت عملت ايه بقى اول ما الوزير كلمك؟ والله هو كان تواصل من مكتب وكيل وزاره التربيه والتعليم بالاسماعيليه، اتصل بابايا تحديدا. أنا كنت بجيب حاجه للبيت فطلعت فلقيت مامتي بتقول لي تعالى بسرعه، في يعني حسيت في حاجه مهمه يعني. بعدها لقيت بابايا يعني ومامتي يعني من وشوشهم، حسيت في حاجه كبيره يعني. بعدها قالوا لي ان انا طلعت الاول على الجمهوريه يعني، وكانت فرحه كبيره يعني. ما شاء الله. طب انت ناوي بقى تدخل ايه او تخصص ايه؟ انا ان شاء الله على هندسه قسم اتصالات. طب اشمعنى بقى التخصص ده بالذات؟ احنا في ستيم بنعمل كل ترم مشروع. من المشاريع اللي اشتغلنا عليها كان ليه علاقة بالمناخ، فكنا بننقل الداتا عبر الانترنت من سنسورز لقاعدة بيانات. فده احد انظمه الاتصالات اللي انا والتيم بتاعي كنا شغالين عليها علشان نحقق المطلوب دوت. فانا استمتعت جدا بالمشروع دوت. فده يعني استهواني وشجعني ان انا اخش القسم دوت كمان في كليه الهندسه. ده غير ان هو من المجالات اللي بتتميز ان هي كل يوم عن التاني بتتغير. وده حاجه بحبها، ان هو تعلم جديد من اول كل يوم حاجه جديده. ده غير ان هو اي دوله متقدمه محتاجه تكون رائده في المجال ده. فانا نفسي ان شاء الله يعني ايه مصر تبقى رائده من المجال ده واساهم في النهضه دي. ما شاء الله. طب انت شايف مثلا ان المجال دوت هيفيدك في المستقبل بعد كده؟ اكيد هيفيدني وهيفيد اللي حواليا. لانه مفيش حاجه من حوالينا دلوقتي الا محتاجه يعني نقل داتا، لان الاتصالات بمعنى بسيط جدا هي نقل داتا من مكان لمكان. فتعلم الموضوع ده من ناحيه بيزود التفكير التحليلي والنقدي، فبيخلي دايما دماغك عامه مش في العلوم بس، لكن في الحياه. اي مشكله بتواجهني لازم بقى افصصها لنقط قطع صغيره. دي من ناحيه. ومن ناحيه تانية انا يكون عندي هدفي في الحياه عامه ان انا يكون ليا تاثير ايجابي على المجتمع اللي انا عايش فيه. فمجال زي دوت لا غنى عنه في اي كان شغل ايا كان هو ايه. فانا يعني اطمع ان انا يعني استغمله في ان انا اعمل خير على الاخرين. طيب انت من بورسعيد صح؟ بالظبط. طب ليه اخترت مدرسة ستيم بالإسماعيلية مع انها يعني فيها كتير يعني في القاهرة وفي المعادي وكده؟ وانا اخترت اسماعيليه لسببين. السبب الاول الواضح ان هي كانت قريبه من بورسعيد، والسبب الثاني ان مدارس ستيم او ستيم اسماعيليه تحديدا من احسن المدارس ستيم على مستوى الجمهوريه. عايز اقول لحضرتك كمان ان هو غير ان انا الاول على شعبة علم الرياضه السنه دي، عندنا كمان الثالث من علم علوم من دفعتنا، وكمان من السنه اللي قبل اللي فاتت برضو الاول على علم رياضه من دفعتنا، والسنه اللي قبلها الاول على علم علوم من دفعتنا. فستيم اسماعيليه مدرسه متميزه جدا، ولازم يعني عشان اقول لازم اشكر الاداره والكوادر التعليميه في المدرسه على يعني التعليم الراقي اللي بيوصله لنا. طيب انا عايزه اعرف بقى مين قدوتك بقى في الحياه عامه؟ يعني هو ممكن الناس تستغرب الاجابه ديت، بس يعني ممكن بسبب تاثري يعني كاحنا عائله كرويه يعني وبنحب الكوره قوي. انا بشوف محمد صلاح يعني كقدوه ليا. ممكن البعض يستغرب الموضوع ده ليه ما اخترتش شخصيه مثلا علميه وهكذا، ولكن انا بشوف الفكره في المينتاليتي او العقليه بتاعت محمد صلاح. ودي برضو مشكله احنا بنواجهها كتير قوي في مصر، اللي هي مشكله العقليه عامه. بعيدا عن مصر يعني فيها اشخاص بارعين جدا في كل المجالات، لكن دايما المشكله اللي بتواجهنا دايما في ناحيه ان احنا نتقدم او نتحرك اللي هي فكره العقليه. دايما بنحاول يعني نستخف او نسخر من اللي بيحاول ينجح او بيحاول يعمل حاجه مختلفه. لكن محمد صلاح في المجال اللي هو الكوره، يعني احنا كنا قبل محمد صلاح كنا نتمنى مثلا لعيب بينزل 5 دقائق يلعب في ماتش ولا حاجه. احنا دلوقتي من لعيب بشوف لعيب يعني بيكون هداف الدوري الانجليزي وافضل لاعب في الدوري الانجليزي ومن افضل اللعيبه في يعني في التاريخ كمان. فده حاجه يعني كلنا بنفخر بيها، فانا بتبنى العقليه دي. لا شكلك كروي جدا والعيله كلها. طب انت كنت متخيل بقى اللي انت تطلع الاول على الجمهوريه؟ والله انا كنت حاطه هدف من اول السنه. وكنت بشتغل عليه من ناحيه مذاكره، ومن ناحيه كمان كنت بدعي ربنا دايما ان هو يا رب يعني وفاني الموضوع دوت. وكان في فترات حسيت ان هو موضوع صعب، وفترات حسيت لا دي ممكنه. لغايه الحمد لله يعني حصل يعني. الحمد لله، واحنا بنتمنى ليك التوفيق ولحياتك كلها. احنا اتشرفنا بيك النهارده جدا. انت النهارده في بريكو، هم بس
يعني بس بيهدوك، هي صغيره جدا والله عليك، انت المفروض حاجه اكبر من كده، بس هم بيهدوك بجايزه هتشوفها يعني دلوقتي هنقدمها لك. كل حلم كبير بتبقى بدايته فكرة، ناسيين اللي فات ودايما باصين لبكرة، ومفيش حاجة مستحيل